خلي بالك عشان هو مشروع بالنسبة للست. تتجوز الراجل كأنه مشروع، يعني هيكتب قايمة وبتاع. المشكلة مش في القايمة والله، المشكلة إن هو بالنسبة لها سبوبة. أول حاجة في مؤخر، بتاخد المؤخر كله. في عفش، بتاخد العفش كله. في عيل جابته، ما هي أصلا داخلة الموضوع مشروع. بتاخد منك بقى كل ده، تجيب لها السكن يا معلم عشان تربي فيه العيل. كده بقى عندها شقة، بقى عندها عفشها، وبقى عندها فلوس بقى من نفقة العدة ونفقة المتعة. كلام كبير كده مش تفهمه غير لما تتدبس، فاهم؟ المهم ان ايه، المشروع بتاعها خلاص بقى خلص، زهقت منك وايه بقى، طلقها، طلقني، فتتطلق منك وتشوف بقى حد تاني، فاهم؟ عريس برضو عادي، مش شمال، عريس تتجوز واحد تاني. نفس الكلام، وتجيب منه حتة عيل. انا اعرف واحدة عندها 3 من كل راجل عيل، بتاخد من ال3 نفقات. اللي بيدفع 1000، اللي بيدفع 1500، اللي بيدفع 2000، على حسب الفئة بتاعتك انت، من اللي فوق ولا من اللي تحت. المهم يا معلم، فبتكوش بقى على الفلوس دي كلها، فاهم؟ يعني ما بتربيش العيال، هي بتوديهم المدرسة وهي تعيش حياتها بقى، تشتغل أي حاجة بتعملها، فاهم؟ تنزل تاكل لب، تقعد في كافيه كده، اليوم طويل مش عارفة تقضيه فين. المهم في ده يعني ده أول إيه أول واحدة. في واحدة تانية تقول لك لا يا عم أنا أتجوز بقى وبتاع، ربنا يهدي لي حالي وبتاع، بس هي أصلا عايزة تخش تسيطر على الراجل، تبقى هي الراجل، يعني هي الراجل والست في نفس الوقت. فتقعد بقى ايه، تتعفرطوا، تجننوا. كل ده ليه؟ عشان هي اللي تسيطر. ما هي لما تعفرطك وتخليك تطلع عن شعورك مرة واتنين وعشرة، ممكن كده انت خلاص بقى دماغك هتشت، هترضى بالامر الواقع. في رجاله كده والله بيرضوا، بيكبروا دماغهم يعيشوا يا عم، يقول لك العيل وبتاع عامل ايه. يا حبيبي العيل كده كده هيتربى، بس انت خلي من جوه منك، انت لو راجل مش عايز تستحمل مش هتعيش، هتشوف واحده تانية، تشوف واحده ست، مش هتشوف واحده عايزه تسيطر. المشكله في الاهل بقى، اهلها هم اللي بيوصلوها لكده، او هم زي ما هم شايفين وعايشين مع اللي حوالين منهم، فهم بيبقوا كده. ان الست والله هي اللي في عهد سوزان هي اللي بتسيطر، اقل ما اقدر تحبسيه وبتاع، ده انا هجيبهولك ايه راكيه تحت رجليك، والشغل اللي بيتقال من الحريم اللي هم اصلا شويه جهله والله العظيم ما فاهمين حاجه. فالموضوع كبير يا جدعان، اقسم بالله. لما تيجي تتجوز حاول تنقي وتختار، وتخش بيت بيت ديني، ناس متعلمه، ناس متحضره، ناس بتفهم. مش كده بس يعني. وانت في الخطوبه شوف، لان في حاجات في الخطوبه بتتلصق، بيقعدوا ياكلوا دماغك كده وبتاع، فاهم؟ وتحس ان هم يا جدعان بياخدوا حق. اصلا ليه يبقى في غلط؟ ليه الواحده الست تغلط؟ ليه الست تقعد تجبرك ان انت تبقى مش طايق تعيش معاها؟ ليه تجبرك ان انت تكره الدنيا؟ ليه تجبرك ان انت كل شويه تشتكي لاهلها؟ يا جدعان الشكوى لغير الله مذله. ما كنتش انا مرتاح معاها وهي مريحاني وانا مرتاح معاها في راحه بينا احنا الاتنين، ما تتجوزهاش والله العظيم بجد. لازم تخش تبقى متيقن ان انت هتبقى عايش سعيد، لان اصلا اي راجل بيخش الخطوه دي بيبقى فيها انا عايز واحده تريحه، واحده تسعده، مش واحده تطلع اللي جابوه. يعني هو اصلا شاف كتير فبيتجوز بقى عشان يرتاح، ويقول والله هي دي بنت الحلال اللي ايه، هتسن وهت ايه، وهتعيش معايا وتريحها. بتكتشف بعد كده ان الموضوع مختلف. انت اول ما بتفتح الباب عايز تقفل الباب وتجري تنزل الشغل، تبقى تحس ان الشغل اريح لك من البيت. طب انا اصلا عامل بيت، عامل كوكب عايز اعيش فيه. الكوكب هينفجر اول ما بتخش البيت، تلاقي هب وطالع، فاهم؟ تلاقي المطبخ داخل عليك. ايه يا جدعان ده؟ ايه العيشه دي؟ والله بجد. فالموضوع كبير وعايز اجيب 100,000 قصه وروايه وحكايه، بس مش هينفع. ما قلت لك الشكوى غير اللامزال. المهم يا اسطى، فخلي بالك بالله عليك يا شيخ، والله بجد الموضوع صعب. وانت اصلا كده كده شغال وشقيان، انت خلاص نويت تستقر، فبتفضل شغال. احنا كرجاله بنفضل شغالين، تروح الشغل تيجي من الشغل زهقان، بتقعد شويه مع زمايلك، بتتخنق، بتروح البيت فعايز تاكل لقمه حلوه وتقعد مع الست اللي انت متجوزها، ولو معاك عيال بتقعد مع، بتنسى الدنيا مع العيال. فانك انت تلاقي الدنيا مش مظبوطه في البيت، بتكره بقى، تلاقي نفسك انت فاهم اللي انت شقيت وتعبت فيه ده كله في ثانيه بيضيع. عشان ايه؟ مش حرام؟ ف
اشقى واتعب واعمل كل حاجة صح، ولمّا تيجي تتجوّز اتجوّز صح. هو في الأول والآخر نصيب، عشان ما نكدبش على بعض، يعني أنت كده نصيبك هيسيبك. بس يا عم خُد منّي خبرة، خُد منّي معلومة، اسأل تاني، اسأل إيه هو الموضوع كُلّه يا جدعان ماشي إزاي وبتاع. مش باخوّفك، أنا باورّيك الدنيا، عشان في ناس أنت هتتصدم بيهم. يعني والله العظيم بجد أنت ممكن ما تعملش حاجة وتلاقي نَفْسك لابس في الحيط. طَب إزاي؟ يعني تخيل أنت أصلًا بتطلع وتتعب وتشقى وتجيب الجنيه اللي يأكّل عيالك. يا جدع أنت لمّا بتشوف كلب ترمي له حتّة عضمة، تاني يوم لو جيت في نفس المكان تلاقي الكلب والله قاعد مستنيك. كلب قاعد مستني بني آدم عشان رمى له عضمة. ما بالك بقى أنت عمّال تأكّل وتشرّب وتخرّج وتلبّس وتدفع، 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 في الآخر كل ده إزاي الكلام ده يا جدعان؟ ما بقيتش فاهم حاجة والله. يعني ما فيش تقدير حتى في إن أنت بتجيب لقمة وبتتعب عشان تأكل وتشرب. ما حدش يقول لي أصل الراجل هو لا، الراجل مش مُجبر. الراجل مُجبر على كده لمّا بيلاقي حنيّة، لمّا بيلاقي أمان، لمّا بيلاقي استقرار، فهو مُجبر إنه يوفّر ده. إنما هو يوفّر ده ليه طالما ما فيش أمان وما فيش استقرار وما فيش راحة؟ يعني ليه يعني ليه؟ هو إحنا ولاد ناس وهُم مش ولاد ناس يعني؟ يعني الحريم دي ولاد ناس والرجالة دي مش ولاد ناس؟ على فكرة إحنا ولاد ناس برضه زيّهم والله. واللي ما نرضلوش الضرر على أهل بيتنا مش هنرضى الضرر على حد تاني. فأنت ما تجيش تقول لي أصل هم ولاد ناس. وهو على فكرة الحقوق اللي هم بياخدوها دي هم بياخدوها أصلًا يعني للعيال. حلو، خدت الحقوق للعيال. طب العيال جابت أمك بعد سنتين 3 حبت تتجوز يعني، جابت لك العيال، ما هي خدت حاجتك كلها. كل اللي أنت كتبته على نفسك خدته، فما بقاش للعيال. فالشغلانة الكدابة دي كده أونطة كلها. ما أعرفش قانون إيه اللي مخلّينا إحنا كرجالة كده تايهين في الدنيا. والله العظيم يعني نكره الجواز؟ لا، هنتجوز تاني وتالت وعاشر، بس هنشوف بقى حد يستاهل الواحد يعيش معاه، يستاهل إنه يتعب ويشقى ويتعب عشان يدّي له اللقمة اللي ياكلها ويبقى مرتاح ومبسوط معاه. لإن أنا هاتعب عشان نتيجة. أنا باتعب دلوقتي في شغلي وباشقى عشان ألاقي النتيجة في البيت، ألاقي إني أعرف أربّي عيّلي، ألاقي إن عيّلي سَوي زيي مش ناقص. ما ماليش العيّل من صغره ناقص. هو اللي بيربّي مش أنت. أنت بتبقى أصلًا شغّال طول اليوم في البيت في الشارع، اللي بيربّي اللي في البيت. فلمّا تلاقي العيّل ابتدى يشرب النُقص من أمه فأنت تخاف. بتفوق عايز تربّي كمان، بتشتغل برّه عايز تشتغل جوّه في البيت، تبقى عايز تربّي العيّل. يعني أنت شغّال في 100,000. أنت يا ابني دماغك هتلِف من المصحف. ركّز كده واختار إيه، البقاء لله.